حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم حله ورق عنب تستاهل بقكم. هعملها باللحمه. عايزه اقول لكم هنا نص الحله اتقلبت مني بره، كانت سخنه جدا. فبصوا، وقعت نصها بره، بس يلا مش مشكله. الحمد لله لحقت ايه الوضع، يعني لحقت الدنيا. بصوا اللحمه دايبه قد ايه وحلوه جدا. دي لحمه محمره مش مسلوقه خالص خالص. هنعملها بطريقه حلوه، وهقول لكم تكات كده وحركات هتعملوها في ورق العنب يطلعوا كده مفلفل وجميل زي ما انتوا شايفين، ودايب بجد خطير. بصوا الصباع عامل ازاي، بصوا الرز كمان مفلفل وحلو قوي قوي قوي، بجد خطير. ومش زقياه بشوربه على فكره، انا هعمل كده خلطه حلوه معاكم بزقي بيها المحشي كله. ما بحبش خالص ازقيه بشوربه، بحسها بتبقى تقيله ودسمه كده، فبحب اسقيه كده الحاجات الحلوه اللي انا هقول لكم عليها. بجد خطير وطعمه حلو قوي، يستاهل بقكم. تابعوا معايا الفيديو كده خطوه بخطوه، بجد جربوه هيعجبكم جدا. خلطه تحفه. اول حاجه انا عندي كده بصل كده حلو، طبعا المحشي بيحب البصل. انا الصراحه النهارده ما خرطتوش على ايدي لان البصل كان صغير، فكان عايزه بصل بقى كتير، فضربته في الكبه، بس ضربته فرم خشن. هنا ورق العنب بتاعي ده، ده كان في الفريزر. طلعته، انا مش بسلقه واحطه في الفريزر، انا بلفه كده في ورق، بحطه فوق بعضه والفه في ورق استرتش، وبعد كده اطلعه اسلقه في ميه وملح وكمون وليمون. تمام كده، بسلقه سلقه حلوه، وبعد كده بطلعه بشطفه شطفه حلوه واحطه في مصفى يتصفى. هنا حمرت البصل بتاعي زي ما انتوا شايفين، وداني لون ذهبي، ما بحمروش جامد. وبعد كده حطيت كده كام قرن فلفل، برضو كنت ضرباهم كده في الكبة، فلفل سبايسي على فلفل بارد. انا بحب المحشي يبقى مشطشط. هنا المفروض انا كان عندي نص برطمان صلصة، المفروض كنت حطيته في الاول مع البصلة، بس انا نسيت. فحطيت شفشق طماطم كده، ومش بصفي الطماطم بتاعة المحشي خالص على فكرة، بحطها كده. وحطيت نص شفشق، نص برطمان صلصة عشان يديني لون حلو. هنا بحط فلفل، كمون، كزبرة، قرفة. اساسي يا جماعة، قرفة والله جربوها ما هتندموا. تحفة تحفة تحفة، وبتخلي المحشي حلو. ما كانش عندي كمون، فانا بحب اجيب التوابل بتاعتي صحيحة، فطبعا بديله تشويحة حلوة على البوتاجاز يطلع الرطوبة، بعد كده بضربه ايه في الكب. وحطيت هريسة شطة بقى، انا بحب المحشي كده مشطشط وحلو. حطيت هريسة شطة، وطبعا سكر، لازم سكر مع الصلصة عشان الحموضة. تمام كده. حطوا بقى التوابل اللي انتوا بتحبوها، حابين شطه بقى زودوا شطه، انا حطيت هريسه شطه وحطيت شطه. بعد كده غسلت الرز بتاعي وصفيته، وبعد كده نزلت بيه بعد ما الطماطم طبعا اتسبكت. هنا انا موطيه البوتاجاز على الاخر. اخر حاجه عايزه اقول لكم، حبه الخضره اللي انتوا شايفينها 2 من كل حاجه، والله انا جايبه خضره ب20 جنيه، دول ب20 جنيه. يلا الحمد لله. عندي هنا نعناع كده ناشف فركته بايدي، برضو هنا انا كنت هنا بقى طفيت خلاص كده، انا قلبت الرز كده وانا موطيه البوتاجاز، وبعد كده طفيت. بعد كده حطيت الخضره، وحطيت نعناع ناشف كده، بيدي ريحه خطيره خطيره، بيدي ريحه وطعم بجد خطيره. يا جماعة جربوا التكات دي والله بتفرق، جربوا القرفة، جربوا النعناع، بجد خطير. وعايزة اقول لكم ان انا كان حطيت برضو مرقة خضار. تمام، حطيتها بس حطيتها فورية، اللي هي ايه يعني البودرة. هنا كنت خلصت بقى المحشي وسبته يبرد كده. هنا بقى هنشوح اللحمة بتاعتنا. انا عندي هنا شرايح ستيك، هي كانت شريحة كبيرة وانا قطعتها كده 3 قطع. حطيت معلقتين سمنة حلوين، وحطيت كده شرايح اللحمه زي ما قلت لكم، دي كانت شرايح كبيره كده وانا قطعتها 3 حتت اهي. وبشوحها كده في حته سمنه، اهم حاجه السمنه ايه تقدح كويس، وهديها رشه ملح ورشه فلفل اسود، وهي كده ايه بتتحمر. مش هحط اكتر من كده. وفي خطوه كمان جايه بتديها طعم خطير، وبتديها تسكيره حلوه، هقول لكم عليها واحنا ايه شغالين مع بعض. لو انت حابه تعملي ورق العنب باللحمه، بجد جربي الطريقه دي، خطيره خطيره بجد. هنا اللحمه بتاعتي اهي زي ما انتوا شايفين كده، انا عايزاها تاخد لون حلو اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا تاخد اللون المحمر الخطير دي، زي ما قلت لكم لحمه محمره. مش هحط ميه خالص يا جماعه، بجد هتطلع دايبه زي ما شفتوا، خطيره خطيره. انا هحمر الكميه بتاعتي كلها وهطلعها كده في طبق. اهم حاجه تديها تحميره حلوه عشان تديكي طعم حلو.
هنا بحط برضو بقيه الكميه بتاعتي. اللحمه الستيك بتبقى حلوه قوي تحت ورق العنب، طبعا اي قطعيه انت بتحبيها تنفع، بس جربوا الستيك كده حلو قوي. عندي هنا بصلتين مقطعاهم جوانح كده زي ما انتوا شايفين، حطيتهم بقى كده واديتهم تشويحه، مش هحمرهم، انا هخلي بس البصل يدبل معايا. وحطيت بقيه اللحمه كلها بعد ما حمرتها، بجد بتبقى خطيره وبتخلي اللحمه مسكره خالص. بصوا ورق العنب هنا انا كنت حشيت، وعايزه اقول لكم ان انا كنت عامله كمان بتنجان وفلفل بس ما صورتوش معاكم، فعشان يعني ما تستغربوش ان انا ايه نص الحله بتاعت الرز كده فاضيه. بصوا هنا بقلب كده البصلايه مع اللحمه، بجد بتبقى بتخليها، واديتها رشه فلفل اسود كمان كده بتخليها مسكره وحلوه خالص. حركه البصل دي جربوها بجد بتبقى تحفه، بامانه خطيره. جربوا يا جماعه الحله دي كده في العزومات، بجد مش هتندموا، خطيره جدا. طبعا انا النهارده هعمل في في حله، حابه تعملي في طاجن برضو مفيش مشكله براحتك يعني، برضو بيبقى لذيذ جدا وخطير، بس انا هحطه في حله وهسويه على البوتاجاز. طبعا طريقه الحشو زي ما انتم شايفين سهله خالص وبسيطه، انا بحب احشي على ايدي، في ناس بيحبوا يحشوا على صينيه كده، طبعا الخشنه بتبقى من جوه زي ما انتم شايفين كده. طريقته سهله، وبنقفل الورق على بعض وبيبقى خطير وما بيتفتحش والله ولا اي حاجه، بجد خطير وطعمه فظيع، وكان دايب كده ومزز بجد حلو قوي. بصوا طريقته سهله خالص، في ناس كمان بتحب تحط له لحمه مفرومه، برضو بيبقى حلو قوي على فكرة، فاللي انتوا بتحبوه اعملوه. هنا حطيت شرايح طماطم عشان اللحمة تستوي كده في الصوص بتاع الطماطم اللي هينزل منها، وتبقى جوسي ما تبقاش ناشفة. وطبعا البصل اللي احنا حمرناه اساسي اساسي هننزله كمان ايه مع اللحمة كده عشان يديها طعم حلو قوي زي ما انتوا شايفين. بجد جربوا الطريقة دي حلوة قوي هتعجبكم. عايزه اقول لكم ان اللحمه هتستوي كده مع الشوربه ومع صوص الطماطم ومع البصل، بصوا بجد خطير. هنا بقى هرص الحله بتاعتي زي ما انتم شايفين، انا كنت خلصت حشو، انا بحب احشي الكميه كلها كده في صينيه، وبعد كده ارص الحله بتاعتي زي ما انا عايزه، بحس الموضوع ده يعني بيسهل عليا. بصوا الصباع يا جماعه خطير. هنا بقى حطيت شرايح ليمون عشان انا عايزه الورق العنب يبقى معايا مزز اكتر، فاهماني؟ فحطيت كده شرايح ليمون. هنا بقى هنعمل الشوربه اللي هسقي بيها الورق العنب. عندي كده مرقتين خضار او فراخ براحتك، او لحمه برضو زي ما انت تحبي. وطبعا حطيت التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا، وهحط كمان صلصه جاهزه، هحط كده معلقتين كبار عشان تديني لون حلو. وطبعا التوابل كلها، وطبعا مرقه الخضار هتدوب معايا لاني انا زودت ميه سخنه مغليه. تمام، دي الشوربه اللي انا بحب اسقي بيها اي نوع محشي، ما بغيرش الطريقه دي ابدا. اهو حطيت كمان معلقتين صلصه او طماطم معصوره زي ما تحبي اللي عندك عشان تديني لون حلو للمحشي. بصوا هنا هنسقي المحشي وهنرجه كده كويس. وهنا بقى كان خلاص استوى معايا، انا اول ما بيغلي بوطي عليه وبسيبه ايه على مهله كده براحته خالص لحد ايه ما يتشرب ويستوي معايا. بصوا اللحمه كانت دايبه دايبه والله يا جماعه، وكل اللي انا عملته ان انا حمرتها بس معاكم زي ما انتوا شفتوا. وورق العنب كمان دايب، ادوله حقه كده في السليق يا جماعه، وبعد ما تطلعوه اشطفوه طبعا كويس، واعملوه زي ما انا بقول لكم، ما تسلقوهوش وتحطوه في الفريزر، لا حطوه كده في ورق استرتش فوق بعض ولفوه رول وحطوه في الفريزر، طلعوه وسلوه، بجد خطير خطير خطير، طعمه حلو جدا، بيقعد عندي من سنه للسنه، بجد حلو قوي. واللحمه كمان جربوا الستيك دي حلوه قوي 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 تحت ورق العنب، بجد يستاهل بقكم. اتمنى تحطوا لي لايك، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.